حته انما ايه في العظمه. استنى يا عم، انت مخك راح فين؟ ده تمر هندي، بس ده اغرب تمر هندي ممكن تسمع عنه. تمر هندي بالشطه والسكر. ده الكيس بتاعه، شايف شكله عامل ازاي؟ التمر الهندي في تايلاند وفي ماليزيا وفي شرق اسيا مليان وعلى قفا من يشيل. لو معاك كده بص جاروف شيل وعبي. المهم، النهارده احنا جايبين اختراع جديد جدا من التمر الهندي معمول بالشطه. انا اول مره اجربه، ما اعرفش هيكون يعني الدنيا فيه ماشيه ازاي. تيجي يا ندى تجربي قبل ما انا اجرب، عشان انا مش مش هلبس فيه لوحدي. لا ده تعالي، تعالي تعالي، امال يعني امال هتقفي معايا كده بالاونطه؟ تعالي دوقي، استفيد منك، تعالي ندى. وهتبقى الاول مره، مش انا اللي هجرب اول واحد، ندى هي اللي هتجرب، ربنا يستر. خد يا ندى، ليكي في الشطه؟ اه لا هي زي ما هي، بس خد بالك عشان فيها بذره. دوقي كده وقول لي ايه رايك. لا تعالي، انت رايحه فين؟ ايه رايك؟ ايه ده؟ يا نهاري. بدايه مبشره وحشه. تعالى اعمل ايه؟ تعالى بس الاول. اعمل ايه بقى؟ الناس كلها مقلقه تجرب، انا شخصيا مقلق اجرب. ايه ده خد بقى؟ تمر هندي بالشطه. بالشطه. اه. ليه وشك كرمش كده اول ما دقت؟ ايه ده؟ تصدق انا جزيت مكانك. بس التمر الهندي بيبقى مسكر. ما هو ده بقى بالشطه ومسكر ده برضه. جديد ده. اه ايه بقى طيب؟ طعمه جميل. بتكذب. جميل. خد جرب. ما احنا لا خدها كلها. لا مش عاوز. لا ابدا والله. يا جدع ما يا لا تقلقش. والله ابدا. عيش ايوه. انا في امتع لحظات حياتي. لذيذة. حلوه. اه جدا، هات واحدة كمان. لحظات حياته كلها اتهدمت. اتكل على الله. يلا يابا، ده ما صدق. جرب انا بقى، بسم الله. اختلفت الاراء ما بين ناس كانت هيعملوا كده، وما بين باقي اللي قال لك حلوه. نجرب احنا، بسم الله. نركز في شغلنا بقى بس. السكر اللي فيها كتير قوي، والشطه طعمها قريب قوي للجيلي بتاع العيال الصغيره ده، بيبقى كله سكر. هي لو كانت السكر اللي فيها اقل من كده كانت تبقى احلى. انا حاسس ان انا باكل حته سكر عامل زي العسل الجلاب، عارف كوز العسل؟ كاني باكل حته سكر وفيها سنه شطه. بص معايا كده شكل الحته عامل ازاي. انتوا كلتوا البذره ولا ايه؟ انتوا ما حسيتش فيكم حد قال في بذره؟ اه في. ما كانش معاك بذره؟ كانت معايا. كانت لما لو يكونوا كلها بالبذره تبقى مصيبه. يعني بالنسبه لي كتجربه ما مش هكررها. انا باكل سكر. زمان واحنا في المدرسه كان يقول لك كلي حلاوه بالشطه يجي لك حمى فتاخدي اجازه. فانا ايه وضعي دلوقتي؟ انت بتعملها وانت كبير؟ دي بذره فعلا زي بتاع التمر الهندي بالظبط. التمر الهندي طبعا من الفواكه المعروف جدا فايدتها لصحه المعده وصحه المخ. كده كده انت مش محتاج تعرف فوائد البتاع ده، لانه طعمه وحش جدا ولا هيفيدك ولا في المعده ولا في المخ. هات لك تمر هندي من العادي احسن. انصحك تجيبه في رمضان، هتفضل قاعد طول النهار لسانك طالع بره من كتر العطش. تدعي عليا وعلى اللي اخترعه. بتاع طعم وحش قوي. طبعا انت قاعد مستني تعرف سعره كام. سعره بالمصري في حدود 50 جنيه. ما تجيبوش عشان انا اتنيلت وجبته مكانك.